في مدينة فاس كانت كاينة وحدة السيدة اسمها ليلى. كانت مشهورة بجمالها وثروتها، وعيشت حياة مليئة بالبذخ والرقي. في مجتمعها كانت ليلى معروفة بالكرم والحس الإنساني ديالها، لكن قلبها كان محتاج للحب والاهتمام. وسط كل هذه الأضواء والترف، كانت ليلى تبحث على السعادة الحقيقية، السعادة اللي كانت تجي من الحب الصادق. ليلى كانت مرة غنية بزاف، وعندها بزاف ديال الفلوس والعقارات. كانت عايشة في قصر كبير في كل شيء اللي كتمناه أي مرة: الحديقة الخضراء، النافورات الرائعة، والخدم اللي كيديروا كل شيء باش يحققوا الراحة ديالها. ليلى كانت دايما كتحضر الحفلات والمناسبات الفخمة، وكانت كتعرف بزاف ديال الناس من الطبقة العالية. ولكن وسط هذه الحياة الفاخرة كانت كتحس بوحدة كبيرة. قلبها كان فارغ وكيبحث على شخص يعطيه الحب والحنان. نهار من النهارات، وفي حفلة كبيرة عند واحد من أصدقائها الأغنياء، تعرفت ليلى على شاب زوين اسمه كريم. كريم كان وسيم وذكي، وكان عنده طموح كبير. من اللحظة الأولى قدر كريم يجذب انتباه ليلى بحديثه الساحر وابتسامته الجذابة. بدأت تحس بشيء مختلف، شيء ما كانتش كتحس بيه من قبل. كريم بدأ يتقرب من ليلى بشوية بشوية، وبدأ كيقول ليها الكلام الزوين وكيوريها الحب والاهتمام. ليلى كانت محتاجة لهذا الحب والاهتمام، وبدأت تتيق فيه. كانت دايما كتفكر فيه، وكتستنى الفرصة باش تشوفه وتسمع صوته. بشوية بشوية العلاقة بين ليلى وكريم ولات قوية. كانوا كيقضوا بزاف ديال الوقت مع بعضهم، وبدت ليلى تحس بالفرحة والسعادة اللي كانت غايبة عليها. كريم كان كيقول ليها بزاف ديال الوعود، بحال إنه غادي يبقى معاها ديما، وغادي يحميها ويسعدها. ليلى كانت فرحانة بزاف، وحاسة براسها محظوظة حيت لقات شخص بحال كريم. ولكن ما كانتش عارفة إن كريم كان عنده خطط أخرى، وإنه كيستغل الحب والطيبة ديالها باش يوصل للفلوس اللي كان كيبغيها بزاف. وهكذا كانت البداية ديال قصة ليلى مع كريم، البداية اللي غادي تقلب حياتها رأساً على عقب. مع مرور الأيام العلاقة بين ليلى وكريم ولات أكثر قوة وعمق. ليلى كانت عايشة في عالم من الأحلام، كانت كتحس براسها أخيراً لقات الحب اللي كانت كتبحث عليه. كريم كان دايماً بجانبها، كيعطيها الكلام الزوين وكيوريها الاهتمام اللي عمرها ما لقاته من قبل. كريم بدأ يتصرف بحال راجل الأعمال الناجح. كان كيجي عند ليلى بمشاريع وأفكار جديدة، وكان كيقنعها بالفرص الكبيرة اللي كتستناهم إذا استثمروا فيها. كان كيقول ليها: ليلى حبي، هذا المشروع غادي يجيب لنا الربح الكبير، غادي نزيدوا نغناو ونعيشوا أحسن حياة. ليلى كانت تتيق فيه بلا حدود، كانت كتعتبره شريك حياتها ورجل أحلامها. بدت كتعطيه الفلوس اللي كان كيطلبها منها. في الأول كانت كتعطيه مبالغ صغيرة، ولكن مع الوقت المبالغ ولات كبيرة بزاف. كريم كان دايما كيوعدها بالربح الكبير والنجاح. نهار من النهارات كريم جاب معاه خطة لمشروع كبير. قال ليها: حبي، هذا المشروع غادي يغير حياتنا، غادي نبنيه مجمع تجاري كبير، وغادي نربحوا منه بزاف ديال الفلوس. ليلى كانت فرحانة بزاف بهد الفكرة، وقالت ليه إنها مستعدة تدعمه بأي مبلغ يحتاجه. بدأت ليلى تبيع بعض من ممتلكاتها باش توفر الفلوس للمشروع ديال كريم. بعد بعض الأراضي والعقارات، وصرفت الفلوس كلها في المشروع اللي كان كريم كيحلم بيه. كريم كان دايما كيزيد يوعدها بالنجاح والربح، وليلى كانت تتيق فيه أكثر وأكثر. ولكن مع مرور الوقت بدات بعض الشكوك كتراود ليلى. كانت كتحس إن المشاريع ديال كريم ما كيحققوش الربح اللي كان كيقول ليها عليه. بدات تلاحظ إن الفلوس كتمشي، ولكن الربح ما كينش. ولكن كريم كان دايما كيلقى الطريقة باش يطمئنها ويخليها تتيق فيه من جديد. كريم بدأ كيطلب من ليلى مبالغ أكبر كل مرة. كان كيقول ليها إنه المشاريع خاصها وقت وصبر، وإن النجاح غادي يجي في الوقت المناسب. ليلى كانت كتسمع ليه وكتزيد تعطيه الفلوس، ولكن داخلها كانت كتحس بشيء ماشي على ما يرام. وهكذا استمرت العلاقة بين ليلى وكريم، بين الحب والوعود، بين الشك والثقة. ليلى كانت عايشة في دوامة من المشاعر المتناقضة، ولكن كانت دايما كتحاول تتيقف كريم، الرجل اللي دخل لقلبها ووعدها بالسعادة الأبدية. مع مرور الوقت ليلى بدأت تلاحظ تغييرات في سلوك كريم. كان كيكبر بزاف وما كيبقاش معاها كيف كان من قبل. الاجتماعات دياله ولاو كثيرة، والاتصالات الهاتفية دياله ما كيساليهاش. ليلى بدأت تحس بشيء غريب، شي حاجة ماشي على ما يرام. نهار من النهارات
ليلى قررت تسول كريم مباشرة على المشاريع اللي كيقوم بها. قالت لي: كريم حبي، علاش المشاريع ما كتجيبش الربح اللي كنا منتظرينه؟ فين كتمشي الفلوس اللي كان عطيوها؟ كريم بدأ كيبرر ويشرح، ولكن الكلام دياله ما كانش مقنع بزاف. ليلى بدأت تحس بالشكوك كتكبر في داخلها، وقررت إنها تتبع كريم باش تعرف فين كايكبر. في أحد الأيام مشات ورا كريم حتى وصل لمطعم فاخر في المدينة. ليلى قررت تدخل للمطعم باش تشوف شنو كايدر بالضبط. كان المفاجأة كبيرة، كريم كان جالس مع واحدة المرة أخرى، كيضحك وكيدر لها الاهتمام والحب بنفس الطريقة اللي كان كيدرها مع ليلى. كانت مصدومة ومقهورة، حية فهمات إن كريم كان كيستغلها وكيخون الثقة ديالها. ليلى قررت تواجهه مباشرة في المطعم. مشت عند الطاولة ديالهم وقالت بصوت مملوء بالغضب: كريم، شنو هاد الشي؟ شكون هاد السيدة؟ كريم كان مصدوم وما لقى حتى شي كلمة يقولها. السيدة اللي كانت معاه بدات كتسول شكون هادي وليش كتهضر بهذه الطريقة. كريم بدأ كيتحرك بعصبية وكيقول لليلى: هدي غير زميلة في العمل، كان خدموا مع بعضنا في المشاريع. ولكن ليلى كانت عارفة إن هاد الشي كذب. قررت أن ترجع للدار وتفكر مزيان في اللي وقع. من بعد هذه المواجهة ليلى بدأت تحس براسها مفقودة. كانت كل ليلة كتفكر في كيفاش كريم استغلها وغدر بها. الفلوس اللي كانت كتعطيه مشات بلا فايدة، والمشاريع اللي كان كيقول ليها عليهم طلعوا كلهم كذب. ليلى قررت تدير تحقيق باش تعرف الحقيقة كاملة. بدأت كتصل ببعض الناس اللي كانوا خدامين مع كريم في المشاريع، ولقات إن بزاف منهم كانوا ما كيعرفوش حتى بوجود هذه المشاريع. كل شي كان وهمي، وكريم كان كينصب عليها. الشعور بالخيانة كان كبير. ليلى كانت عارفة دبا إنها وقعت في فخ كبير. كريم كان غير واحد نصاب، استغل الحب ديالها والثقة ديالها باش ياخذ الفلوس ويعيش حياته مع امرأة أخرى. ليلى بقت بوحدها، مهمومة وحزينة، حاسة براسها ضاعت بسبب واحد الشخص اللي تائت فيه بزيادة. وهكذا كانت نهاية الفصل الثالث، نهاية مليئة بالشكوك والأكاذيب، وبداية لفصل جديد غادي يجيب المزيد من المعاناة والمآسي لليلى. بعد ما اكتشفت ليلى الحقيقة المرة، حياتها بدات كتتقلب راسها على عقب. كانت كتحاول تجمع شتات نفسها، ولكن الألم والخيانة كانوا كيأثروا عليها بزاف. كتحس براسها محطمة نفسياً، وما عرفات كيفاش غادي تبدأ من جديد. نهار من النهارات ليلى لقت راسها مفلسة. الفلوس كلها مشات، والمشاريع اللي كانت كتظن إنها غادي تثمر كانت غير أكاذيب. القصر اللي كانت عايشة فيه بدأ كيتعرض للبيع، والسيارات الفاخرة تتبيعه، وكل شيء اللي كان عندها مشى. ليلى بقت بوحدها فقيرة، وما بقت عندها حتى حاجة ديال القيمة. كريم كان هرب وما بقى له أثر. الناس اللي كانت ليلى تتيق فيهم بدات تبتعد عنها، وكانوا كيشوفوا فيها بنظرة ديال الشفقة والاستغراب. ليلى لقات راسها في وضعية صعيبة بزاف، محطمة ومفلسة، وما عندها حتى حد يوقف معاها. بدأت ليلى تحاول تبحث على خدامة باش تقدر تعيش. كانت كتدور من مكان لمكان، كتقلب على خدمة بسيطة باش تقدر تصرف على راسها. الأيام كانت صعيبة، وكانت كتعيش في ظروف قاسية ما كانتش متعودة عليها. نهار من النهارات ليلى مرضات مرض خطير. الفلوس ما كانوش كافيين باش تداوي راسها، وما كانش عندها حد يوقف معاها ويساعدها. صحتها بدات كتدهور، وكل نهار كان كيزيد حالتها تسوء. واحد النهار ليلى لقت راسها في السبيطار، محاطة بناس ما كتعرفهمش. كانت بوحدها، وما كان حد من اللي كانوا كيعرفوها في حياتها السابقة جاي يزورها أو يوقف معاها. ليلى كانت كتفكر في الأيام اللي كانت فيها غنية وسعيدة، وكيفاش طاحت في الفخ اللي نصبوا ليها كريم. الشعور بالندم كان كبير، وكانت كتقول في راسها: كيفاش خلاتي راسي نطيح في هذا الفخ؟ كيفاش تقيت فيه وعطيته كل شيء؟ ولكن الأجوبة ما كانوش كينفعوها. في هذا اللحظة، وفي آخر لحظة ديال حياتها، ليلى فارقت الحياة بوحدها، فقيرة ومهمشة. ذكريات الحب والخيانة اللي عاشتهم بقوا كيألموها حتى آخر لحظة. ليلى ماتت، وذكريات حياتها السابقة ضاعت معاها، ما بقى حتى حد يذكرها أو يسأل عليها. وهكذا كانت نهاية ليلى، نهاية مأساوية لسيدة طيبة تاجت في الشخص الغلط وضاعت حياتها بسببه. مع مرور الوقت كانت الحياة ديال ليلى غادية من سيء لأسوأ. مرضها بدأ كيتفاقم، وما بقتش قادرة تخدم باش تجمع الفلوس لعلاجها. كل نهار كانت كتعيش فيه كان كيزيد حالتها تسوء، وكانت كتلقى راسها وحيدة في مواجهة الألم والمرض. في واحد النهار
ليلى خرجت من السبيطار بعد ما طردوها حيث ما بقتش قادرة تخلص المصاريف الطبية. كانت كتسير في الشوارع بلا هدف، جسمها ضعيف وقلبها مكسور. كانت كتشوف الناس كيمشوا قدامها بلا ما يديوا لها بالة، كل واحد مهتم بمشاكله وهمومه. ليلى لقت راسها جالسة في واحد الحديقة، حاسة بالبرد والجوع. كانت كتفكر في كل شي اللي وقع ليها، من الحب اللي صدقات خيانة، للفلوس اللي ضاعت، للأحلام اللي اتحطمت. دموعها بدات تنزل بلا توقف، وكأنها كتودع العالم اللي ما بقى فيه حتى حاجة تفرحها. وفي هذا اللحظة ديال الحزن الشديد سمعت صوت ديال حد كي يقرب منها. رفعت عينيها وبقات مصدومة، فشافت كريم واقف قدامها. كان كيبان إنه مرتاح، لابس ملابس أنيقة وما كي نقصه هو له. ليلى حاولت توقف وتواجهه، ولكن جسمها كان ضعيف بزاف. كريم قرب منها وقال ليها بصوت بارد: ليلى، أنا آسف على اللي وقع، ولكن هذا الشي كان ضروري باش نوصل للأهداف ديالي. الفلوس كانت ضرورية، وإنتي كنتي وسيلة للوصول لها. كانت كلمات دياله كالسكاكين كتقطع فالقلب ديال ليلى. ما قدرتش تجاوب، غير بقات كتسمع وتشوف بعينين مملوئين بالدموع. كريم مشى وخلها بوحدها، كما لو أنها ما كتعني له حتى حاجة. ليلى بقات جلسة في الحديقة، وحيدة وضعيفة، ما بقتش قادرة تتحمل الألم والمرض والخيانة. في هذه اللحظة حست إن الحياة ما بقتش عندها معنى، وإن النهاية قريبة. وفي صباح اليوم التالي لقوا الناس ليلى ميتة في الحديقة. جسمها كان بارد وحالتها كانت حزينة بالزاف. موتها كان صدمة للي عرفوها من قبل، ولكن سرعان ما نسوها، كما لو إنها ما كانتش موجودة في حياتهم. ليلى ماتت وحيدة، فقيرة، ومحطمة نفسيا وجسديا. النهاية ديالها كانت مأساوية، نتيجة للثقة العمياء اللي عطتها لكريم. وكانت هذه النهاية درس لكل واحد، إن الثقة ما خاصهاش تكون مطلقة، وإن الحياة كانت تحتاج للحذر من الناس اللي كيبانوا إنهم ملائكة، ولكن في الحقيقة شياطين في جلود بشر. وهكذا كانت نهاية ليلى، نهاية حزينة ومؤلمة لسيدة طيبة تاقت في الشخص الغلط وضاعت حياتها بسببه.